السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ الا كنتو كتقلبوا على عشاء صحي سريع وبنين ولذيذ، فهاد الطاجين اللي غادي نحضر معاكم غادي يولي ادمان عندكم. شفتوا كما كتشوفوا؟ نقدروا ناكلوه مع الخبز ولا مع الروز على حساب الرغبات نتاع الاسره ديالكم. طاجين اللي هو صحي خفيف وكيطيب في دقائق معدوده، صدقوني غادي الوصفه تولي عندكم ادمان. لتحضير هاد الطاجين غادي نحتاجو سيداتي القدر الكافي من الكفته. انا هنا درت 700 غرام ديال الكفته. غادي نزيدو عليها شويه ديال البزار، شويه السكنجبير، 3 قاد القرفه، بزاف ديال الكمون وبزاف ديال القزبر مدقوق انا كيعجبني، شويه ديال الملحه والربيع اللي عندك حسب الرغبه. غادي نخلطوا المكونات ونخليوها ترتاح لو طون اللي نمشيو نديروا لاصوص طوماط. انا هنا هذه كنوجدها. غادي نحكوا عليها شويه ديال الثومه ومرسو ديال البصله كتكون عندي ديجا في الكونجيلاتور كنحضرها من قبل، ونكوروا الكفته ديالنا على الشكل المرغوب ونخليوه يطيب على نار مهيله. صدقوني راه دغيا كيطيب وهو اللي كيطلق هذا الماء ديالو لان ديجا رانا دايرين البصله. كترمشوا العين ديالكم كتلقاو الطاجين ديالنا وجد ومعلك والبنه والريحه يا سلام، لدرجه ان ولادي قلت لهم ندير لكم عليهم البيض قالوا لي لا. واحد بغاه ياكلو بالروز وواحد بغا يغمس، وطبيعه الحال كأم خاصني نرضي جميع الاذواق. هنايا وليت سديت على الطاجين باش ما يبردش وناتوندو ندريسي الروز ديالي وندريسي الكفته، وبطبيعه الحال نعطيهم يدوزوا لمرحله التذوق، المرحله اللي كيحماقوا عليها الاطفال كيتذوقوا باش يعطيوني الراي ديالهم، كيعيشوا الدور. وهنايا في التطبيق الاحمر الاخر غادي نخلي لكم الكواليس وتسمعوا شنو كانوا يقولوا وليداتي تيمو احمد. الى عجبتكم هذه الوصفه كما العاده ما تنساوش تشاركوها مع الناس اللي باغيه اكل صحي خفيف وسريع وسهل، وخليوا لي لايك ولي كومونتير زوينين بحالكم، وما تنساوش تشجعوني لان التشجيع هو اللي كيساعد على الاستمراريه. وحتى لهنا نقول لكم بالصحه والراحه، والله يتقبل الصيام والقيام، والله يبلغنا عرفه ويجعلنا من المعتوقين من النار ومن الذين غفر ذنبهم.